السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم غريبه من ديال اللوز اللي كتجي هائله في الشكل، لذيذه بزاف، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت حتى الاخير لحظه، وتقدروا تصاوبوا بحال هاد الغريبه هذه كتوجد بسرعه. غادي نحتاجو في المكونات. عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده. طبعا تقدروا ديروا اي نوع ديال الزبده بغيتو. غادي نضيف ليها كاس ديال سكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي ندير ساشيه ديال فاني وقبيصه من ديال الملح. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي نضيف اللوز اللي ديجا محمر، تقدروا تحمروه في الفران اولا في مقله، وغادي تطحنوه مزيان وتضيفوه، كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الغريبه هذه. وغادي نزيدو الطحين. هنايا درت الزلافه الاولى كيف ما كتشوفوا. غادي نجمع الخليط ديالي. طبعا الا ما تجمع لياش مزيان غادي نزيد الطحين. هنايا ضفت 2 ساشيات ديال الخميره من فئه 8 غرام. كيف ما كتشوفوا زدت شويه ديال الطحين، فخضات ليا زلافه كبيره وشويه. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نبداو يعني نكورو نشكرو اولا نشكرو الغريبه ديالنا، ونديروها ندوزوها في السكر كلاصي. صافي ونستفوها في اللاطه، وغادي نزينوها باللوز. فهاد الاثناء راه الفران مشعول من التحت ومن الفوق على 200 درجه. ضروري ما تسخنوا الفران ديالكم باش كتشقق لكم الغريبه. صافي من بعد ما نزينها غندخلها للفران حتى طيب ليا من الفوق ومن التحت. هو الشكل ديالها كيفاش كطيب لينا، كيجي الشكل ديالها زوين ودغيا كتوجد. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وبصحه والراحه، وعواش لكم مبروكه.